عليهم ربنا بلاغات يصلح حال ويقفلوهم الناس لان دول كلها. ما يمثلوش الست المصريه. الست المصريه مكافحه، الست المصريه بتربي بجد. بس نعمل ايه للشارع والسوشيال ميديا اللي بوظت عيالنا؟ احنا ارقى ناس على العالم، احنا اللي صدرنا الحضاره وصدرنا العلم وصدرنا الدين نفسه. احنا مصر، احنا عارفين يعني ايه شعب مصر، بس احنا عندنا حرب سوشيال ميديا وعندنا حرب مخدرات وعندنا حرب عدم وعي. الاستاذ خالد انا بشيد على ايدك وانت بسك واصل وناس كتير سمعاك. الله يخليك، حاول نطلع انجازات البلد، حاول تستضيف عندك ناس تساعد او تتكلم على المؤسسات او الاماكن العمل. لا كده انت و100 هيقطع عليا مليون يا استاذه سويه. لا 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 و100 لا مليون انت وخالد. كده بص احنا كده انا هنافس الاستاذه لا 100 لا مليون لا بقى. لا هيبقى في منافسه. لا بص لو استاذه منافسه. سويه. اسمعي يا 100 بقى. مليون. لا بصوا، بس انتوا لو تستضيفوا الناس دي مفيش منافسه بالشرف. مفيش حاجه اسمها منافسه لما انا اعمل لبلدي. انا من ناحيه وانت من ناحيه وهو من ناحيه وده من ناحيه، نقفل على انا اللايفات بتحايل عليه اصلا يا الخرفان. استاذه سويه على فكره. نقفل على عليه والله من ورايا، آه انا بتحايل عليه على فكره. نقفل الخرفان، نقفل الفتنه، نقفل عدم والله بصي يا استاذه سيساويه، انا اتفضل بصراحه يا فندم. الموضوع اللي كانت بتتكلم فيه امبارح الاستاذه 100 مليون، انا بفكر اعمل قناه على اليوتيوب للترويج للسياحه في مصر. يعني ايوه برافو عليك هنا والله. في السويد هنا اروج للسياحه في مصر. بس وانا هعمل قناه لصنفره العقول. لا انا عايزه اعمل وعي للشباب اللي عاملينهم غسيل مخ. عايزه اعمل ان احنا نستضيف حد يكون مسؤول يكلمنا عن مؤسسات الاصلاح للشباب اللي بيشتغلوا فين، اللي نقدر نروح نطالب فيهم. انا كنت الاول لما بفتح من لايف الكبير كان بيجي عندي استاذ، بس اقسم بالله كل الحسابات راحت من عندي من تحيا مصر. كان بيجي عندي استاذ لتوفير شغل العمل